علاج إسرائيل مع فلسطين هي استئصال إسرائيل. أصدقائي، أنا الدكتور أحمد سامي بكلمكم عن موضوع الانزلاق الغضروفي. اللي خلاني أكلمكم فيه اليومين دول خصوصا هي حرب الغارمة من إسرائيل على غزة. هذا الاقتحام وهذا الغشومية هي ما يفعله الغضروف بالأعصاب. الأعصاب شيء ساكن ربنا خلقه داخل قناة عصبية عظمية عايشة في هدوء وسكون، وفجأة يقتحمها غضروف يروح مكررها الدنيا وداخل عليها يؤذي. الناس تعمل ايه؟ يقول لك استنوا، اقعدوا مع بعض، حلوا الموضوع، تشوفوا لكم اتفاقية سلام، يتفقوا مع بعض 3 4 اشهر 5 اشهر سنة يحصل اقتحام تاني، يرجع الغضروف تاني، تروح تاني. حلول سلمية ما ينفعش. علاج الانزلاق الغضروفي هو استئصاله، وعلاج إسرائيل مع فلسطين هي استئصال إسرائيل. فإذا لا حلول مع إسرائيل إلا استئصالها، وده إن شاء الله بوعد الله الحق هيتم. خلاص، الانزلاق الغضروفي علاجه هو هو استئصال الغضروف. أي شيء آخر بيتعمل غير استئصال الغضروف هي علاجات تحفظية، علاج للعرض وليس علاج للمرض. علاج المرض هو استئصاله. إسرائيل تستأصل، والغضروف بإذن الله يستأصل بدون جراحة عن طريق تفتيت وشفط الغضروف.